يا أهلا وسهلا بكل عملاء نور ستور. النهاردة معانا باكج خدمات تغيير الزيت. هنعرف حضراتكم الباكج. بنطلع فلتر الهواء، بننضفه وبننضف مكانه من الأتربة اللي بتبقى موجودة، والفوطة اللي حطيناها دي عشان نحافظ على البوابة من الأتربة متخشش اللي احنا بننضفها على البوابة. وبنكشف على درجة الرطوبة زيت الفرامل زي ما حضراتكم شايفين بالقلم المتخصص. درجة الرطوبة 3%، وهنا بنطلع عينة من زيت الباور عشان نشوفه كفاءته، نشوفه الزيت ذات نفسه محروق ولا لأ لونه، وبنشوف لحضرتك مية التبريد ناقصة ولا لأ. ومية التبريد معانا بتتغير كل سنتين، وزي ما حضراتكم شايفين بنحل طبة الزيت بتاعة الكارتيرة وننزل الزيت القديم. ومعلومة لحضرتك، احنا بنسيب الزيت يصفي براحته وياخد وقته عشان بيبقى فيه حاجات تانية بنشتغل فيها، مثلا بنحل فلتر الزيت زي ما حضرتك شايف، وبنشتغل شغل مزاج زي ما بيقولوا كده. زي ما حضرتك شايف بننضف مكان الزيت القديم اللي نزل. هتلاقي حضرتك دلوقتي احنا بنربط عفشة وسايبين العربية تصفي الزيت براحتها خالص، بنجيبه كل التفاصيل اللي موجودة عندنا في العفشة، جميع المسامير. بنربط العفشة كاملة بدراع عزم متخصص، والتخصص مش هتلاقوه غير في نور ستورز، والفنيين اللي شغالين محترفين عارف هو بيعمل ايه. معانا باكج الخدمات بيبقى هدية مع زيت الريزويل الألماني زي ما حضراتكم شايفين، اللزوجة ال45 بإضافة الإيكوجين، الإضافة اللي بتقلل الاحتكاك وبتوفر في استهلاك بنزين، بتدي سرعة انتشار مع الدوار الصبح. الزيت بينتشر في 7 ثواني. بيوطي مع حضرتك صوت الموتور، بيستحمل درجات حرارة عالية عشان ما يتبخرش بسرعة. وزي ما حضراتكم شايفين عشان مش عايزين نفوت أي تفصيلة صغيرة، بندخل شاليمو نشفط بواقي الزيت القليلة جدا المتبقية في الكارتيرة، وبنقفل الطبة زي ما حضراتكم شايفين معانا. وبنجمع الأول السن بإيدينا عشان نتأكد إن السن اللي الآخر راكب صح، مفيش سن راكب على سن، وبنقفل بعد كده بالدريك. وزي ما حضراتكم شايفين بننضف مكان الشغل بتاعنا، وهنا برضو بننضف عند فلتر الزيت. وهنا بنفتح عبوة الرزويل الألماني اللي بإضافة الإيكوجين اللي كنت قايل لحضراتكم عليها، الإضافة اللي بتقلل الاحتكاك وبتوطي معانا صوت الموتور وبتقلل في استهلاك البنزين وبتدي سرعة انتشار عند الدوار الصبح. الإضافة لونها أخضر زي ما حضراتكم شايفين، لون الزيت بيبقى أخضر. وبنحط لكل عربية كمية الزيت الكافية ليها، وبيبقى شغلنا على المقاس زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. المقاس هيطلع معانا على علامة الماكس مظبوط بعد ما بنبقى دورنا وملينا فلتر الزيت، وهنا خلصنا الزيت وقفلنا الغطا بتاع الزيت زي ما كان. وزي ما حضراتكم شايفين معانا الشحم سبراي والسيليكون سبراي. الشحم سبراي لمفصلات البيبان عشان ما يبقاش فيه صوت تزيق معانا، وهنا سيليكون سبراي عشان نطر الرابر بتاع الإزاز عشان ما يعملش صوت تزيق معانا وهو طالع الإزاز وهو نازل. ومعانا من ضمن الباكج تلميع التابلو والأبواب. بنلمع لحضرتك التابلو بكل التفاصيل بتاعته، وبنلمع لحضرتك الأبواب. والمواد كلها اللي بنستخدمها عندنا في التلميع في الكار كير بتبقى من سوناكس الألماني، من أحسن المنتجات اللي تدي لحضرتك جودة عالية لمعة للتابلو. متلمعة الفبر الداخلي كامل، وبنكشف لحضرتك على البطارية وعلى الدينامو وكفاءتهم بجهاز اللانش. زي ما حضرتك شايف بنكشف على كفاءة البطارية، كفاءة الدينامو. هنا زي ما حضرتك شايف بننضف بمزيل صدى وعازل في نفس الوقت عشان القواطيش الخاصة بالبطارية ما تملحش. زي ما حضرتك شايف هنا بنزود مية المساحات. وده لوجو نور ستور اللي بنقدر نستفاد بيه من جميع العروض اللي بتنزل معانا على الصفحة في انتظار كل عملائنا.